الغذاء المناسب لنمو الجنين وجبة محبة بتبدأ من القلب. من اللحظة اللي بيبدأ فيها الحمل بيبدأ الجنين يكون نفسه من عناصر بسيطة بيتلقاها من أمه، وكل عنصر غذائي مش بس بيغذي، ده بيبني وبيحمي وبيحدد شكل النمو اللي هيكمل بيه الطفل. فايه هي اهم عناصر الغذاء لنمو الجنين؟ اول حاجه حمض الفوليك، اساسي جدا لتكوين الجهاز العصبي وبيمنع تشوهات الانبوب العصبي، موجود في السبانخ، الورقيات، العدس ومكملات حمض الفوليك. 2. الحديد لإنتاج الدم ونقل الأكسجين للجنين، موجود في الكبدة، اللحوم، السبانخ، العدس، الزبيب، ويفضل تناوله مع فيتامين سي عشان بيحسن امتصاصه. 3. الكالسيوم لبناء العظام والأسنان ولتوازن الأعصاب والعضلات، موجود في اللبن، الزبادي، الجبنة، السردين، السمسم. 4. حاجة البروتين لتكوين الأنسجة والعضلات وكل خلايا في الجسم، موجود في اللحوم والدواجن والبيض والبقوليات والمكسرات. 5. حاجة الزنك واليود لتطور المخ والجهاز العصبي وتنظيم الهرمونات، موجودين في المأكولات البحرية ومنتجات الألبان، البيض. 6. حاجة الألياف والفيتامينات لتنظيم الهضم ودعم المناعة وتجهيز الجسم لامتصاص المغذيات، موجودة في الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة. 7. المية أساسي في تكوين السائل الأمنيوسي حول الجنين وبيساعد في كل العمليات الحيوية. لازم تشربي من 8 ل 10 أكواب كل يوم، وتفضل تكون متوزعة على مدار اليوم. نصائح مهمة لكل أم: كلي وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم. اختار الطبيعي عن المعلب كل ما تقدري. قللي من السكريات والمقليات لأنها بتعيق امتصاص العناصر المفيدة. تابعي مع الطبيب واطلبي منه المكملات المناسبة حسب حالتك. في النهاية الغذاء مش بس مسؤولية، ده حب بيتحول لخلايا وأنسجة ونبضات في قلب طفلك اللي بيتكون جواكي، وكل طبق متوازن هو رسالة طمأنينة للجنين. أنا بحضرك للعالم بنفسي، بغذائي، باهتمامي.